السلام عليكم عزيزاتي اعزائي واعز اعزائي المشاهدين من جميع انحاء الوطن العربي. انا مصطفى يسري من عرب هاردوير، والنهارده معايا موبايل يعني يكفي اني اقول ان في اكبر مجموع ميجا بكسلز في العالم بمجموع 322 ميجا بكسل، الموتورولا ايدج 30 الترا، ولكن الكاميرا جزء من كل. فخلوني كده اقول لكم على تجربتي للموبايل خلال الفتره اللي فاتت. اولا ولان ده من النقط المهمه في الموبايل ده، لازم اتكلم عن التصميم والشاشه. مبدئيا الموبايل بيجي بشاشه بي اوليد بمقاس 6.67 بوصه وبدقه 1080 في 2400 اللي هو يعتبر فول اتش دي بلس. واول الكلام كده الريزولوشن ده ما عجبنيش. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان الريزولوشن ده مش مكمل 4K والموبايل 5G، فانت حتى لو هتتفرج على فيديوهات 4K مش هتشوفها 4K. وكفايه ان اقول لك ان الكاميرا المين بتاعه الموبايل بتصور فيديوهات 8K على 30 فريم و4K على 60 فريم، فتخيل انك هتصور بالكواليتي دي بس مش هتشوفها. ده غير ان حجم الشاشه كبير، فيعني الريزولوشن ده على شاشه تقارب ال7 بوصه قليل جدا الحقيقه. وده بان كمان مع كثافه البكسلات 395 بكسل في الانش، فده رقم قليل للامانه في 2022. الشاشه بتدعم لغايه 144 هرتز، سلسه جدا ورقم كبير جدا مقارنه بالمنافسين واللي اقربهم سلسله الاس 22 الترا من سامسونج اللي اخرهم 120. فلا انت هنا عندك 144 مظبوطين. بس لو فعلت الاوتو مود بتاع ريفريش ريت الموبايل هيتنقل حسب استخدامك من 60 ل 90 ل 120 بس. تقول لي وال 144 فين يا ابو المصاطيف؟ هقول لك ال 144 هرتز في ال 144 هرتز مود بس، ما ينفعش تشتغل مع الاوتو. الشاشه بتدعم HDR 10 وبتدعم الوان لغايه 10 بت او يعني 1 مليار لون، والبرايتنس بتاعها بيلعب من 500 وحاجه بالبار بتاع البرايتنس وبيوصل ل 1250 كبيك برايتنس على الاوتو، وده رقم مش قليل الحقيقه مقارنه بالمنافسين. ولكن الشاشه وبرغم انها اوليد فهي مش بتدعم الاولويز اون ديسبلاي، ودي حاجه استغربتها يعني، بس فهمت بعد كده بعد ما استخدمت الموبايل. البطاريه بتاعت الموبايل ودي هتكلم فيها في وقت تاني اكتر، مش اكبر حاجه، فتوفيرا للطاقه موتورولا عملوا حاجه اسمها البيك ديسبلاي، ودي ميزه بتخلي الموبايل شاشته مقفوله مش اولويز اون ديسبلاي عشان استهلاك الطاقه وكده، بس في نفس الوقت مع اقل حركه او لمسه بتفتح الشاشه كانها اولويز اون ديسبلاي، بتبقى خافته كده وبتعرض لك النوتيفيكيشنز والساعه والكلام ده كله، ودوسه مطوله على اي نوتيفيكيشن بيظهر لك المحتوى بتاعه. يعني مش هتدوس على الموبايل يقول لك دخل البين على طول، هو ولا في اولويز اون ديسبلاي ولا مفهوش. وفي حاجه كمان لذيذه في الموبايل ده من موتورولا اسمها اتنتيف ديسبلاي، ودي ميزه بتعطل السكرين تايم اوت، حتى لو انت حاطه يقفل بعد ثانيتين من عدم الاستخدام مش هيقفل طول ما انت باصص ليه. وفي حوالين الشاشه الايدج نوتيفيكيشنز ب5 الوان، فاطار الموبايل بينور مع النوتيفيكيشن لو حد اتصل بيك، كبديل للنوتيفيكيشن دوت اللي كانت بتبقى موجوده في الموبايلات زمان، وانا شخصيا بحبها، ولما بجرب موبايل ما فيهوش الميزه دي بنزل ابلكيشن مخصوص عشان افعلها. بالنسبه للتصميم بقى فالشاشه الله ده بيرجع للشاشه، ما لسه ما خلصتش. المهم الشاشه واخده تقريبا نسبه 90% من جسم الموبايل، وده رقم مش اعلى حاجه، بس الموبايل فيه سيمتريه في التصميم، الحواف كلها سيمتريك، فمفيش حته اتخن من حته او ارفع، فده مخلي الشكل العام كويس وواضح، مش هتحس ان الحواف كده وسميكه، لان عينك مش هتشوف جزء حوافه رفيعه وجزء حوافه سميكه. الشاشه متنيه من الحواف حاجه بسيطه خالص، يعني اقدر اقول عليه الكيرفد اللي حبه، بس المشكله انها مش كيرفد 100%، بس الكيرف ده اوقات بيرخم عليك وانت بتستخدم الموبايل، يعني تلاقيه يعمل ميس تاتشز او تاتشات بالغلط وانت بتستخدمه كده مثلا، هيبان ده خصوصا وانت بتلعب وماسك الموبايل بالوضع ده، هتلاقي ساعات صوابعك بتفلت وتروح للشاشه في اوقات انت مش عايزها تروح ليه. ظهر الموبايل من الازاز ومحمي بطبقه كورنينج جوريلا جلاس 5 زي الشاشه بالظبط. انا قلت بس ان انا كفايه جمل بدايتها كلمه شاشه فقلت اغير. ملمس الظهر بريميوم ناعم كده، ولوجو موتورولا كالعاده متوسطن في النص بالظبط، بيدي كده فخامه للموبايل مع شكل الكاميرات الجامد، فانت معاك حاجه جامده. بس ده ما عجبنيش لسبب واحد، انه زي ما انت شايف كده، لو مش عارف الزاويه دي ظاهره عندك ولا لا، هو بارز حبتين، فده طبعا احنا عارفين بالظبط بيعرض الكاميرا للخدوش. وبمناسبه الخدوش فالاطار بتاع الموبايل من الالومنيوم، وده اختيار حلو جدا عشان متين وبيخلي الموبايل خفيف في ايدك. يعني خليني اقول لك الموبايل ده اخف في الوزن من الاس 22 الترا وتقريبا نفس وزن الاس 22 بلس، لان وزنه 198 جرام بس، فانت مش حاسس بيه، هو خفيف جدا. الكاميرا الاماميه في النص فوق عباره عن ثقب او بانش هول، مش مؤثره على التجربه نهائي، ويمكن الناس اللي بيستخدموا ايفون يحسوا بالكلام اللي انا بقوله ده. واخيرا الحمايه، للاسف ويمكن دي من اكبر العيوب في الموبايل، في الموتورولا ايدج 30 الترا الاي بي ريتنج بتاعه 52، وده ريتنج قليل جدا، يعني اخره يقاوم الدست او
الغبار والطرطشه الخفيفه، وده انا شايفه عيب الحقيقه كبير يعني. المواصفات بقى، ودي نقطه مهمه وقويه جدا في الموبايل ده وتخليه يستحق ثمنه او انه يقرب من ثمنه شويه. الموبايل جاي باقوى شريحه موجود في السوق حاليا، السناب دراجون 8 بلس جين 1، ورام 12 جيجا بايت، وبيجي بثلاث نسخ 128 جيجا 256 و512. مش اكسباندبل للاسف، ما تقدرش تركب فيه كارت ميموري، وده يخلي النسخه ال 128 يعني ما انصحش بيها حد قوي الا لو هي جوجل درايف بقى. بس الميزه ان كل الذواكر دي UFS 3.1. دي كده المواصفات. فخليني سريعا اقول لك الارقام بتاعت اداء الموبايل ده، واقوى موبايل موجود في الساحه على سبيل المثال اللي هو الاس 22 الترا من سامسونج. الموتورولا ايدج 30 الترا حقق 1,074,722 على انتوتو في مقابل 968,359 للاس 22 الترا، وعلى جيك بنش حقق 4,265 مقابل 3,657 في الاس 22 الترا. ده من ناحيه الارقام لو انت من محبين الارقام. اما بخلاف الارقام فاداء الموبايل لا يعلى عليه. يعني انت حرفيا معاك اقوى معالج في السوق لغايه اللحظه دي، رامات من اعلى الرامات اللي موجوده ان لم تكن اعلاها. يعني ما تلاقيش ال 16 جيجا بايت رام غير في موبايلات الجيمنج زي الار او جي فون مثلا. في الالعاب التجربه ممتعه فعلا، خصوصا لو بتلعب العاب بتدعم التردد العالي عشان تستفيد بال 144 هرتز كلهم. كمان في ميزه ان الموبايل جايب اندرويد 12 بواجهه ستوك، مفيش تطبيقات، مفيش كلام فاضي، هو اندرويد زي ما بيقول الكتاب. وده اللي بيخلي الموبايل ده مش بس يتنافس مع موبايلات سامسونج من ناحيه المواصفات، لا كمان ده بينافس البيكسل والوان بلس، لان دول الموبايلات اللي بتيجي بواجهه اندرويد ستوك. وهتاخد مع الواجهه حاجه مهمه جدا، واللي هي 3 سنين تحديثات نظام، يعني هيقعد معاك لغايه اندرويد 15 تقريبا، و4 سنين تحديثات امنيه. بس للاسف لو هتقارن بالبيكسل فانت اكيد هينقصك كام حاجه، زي مثلا اللايف ترانسكريبشن والكول سكريننج اللي هو تقدر تقول ترو كولر بس نيتف مع السيستم. بس كده كده مش بيشتغل في كل الدول يعني، فصباح الفل. ولكن ده لا يعني انك مش هتاخد تاتشايه هنا ولا هنا من موتورولا. ومن ألذ التاتشات دي بقى الفلاش. انت بتفتح الفلاش كده جامد، البصمه بتيجي تحت الشاشه، ادائها كويس زي ما انت شايف كده، عارف يعني. هو لو سريعه سيكا زياده، بس هي انا بالنسبه لي تمام جدا، بس كمان لله واحده يعني احنا عارفين. الجيم بوستر او التربو او ايا كان الاسم اللي تعرفه كتول او اداه لاداره الالعاب في الموبايل بتاعك، هنا اسمها الجيم يوتيليتي. ودي ببساطه بتعمل لك اللي كل الجيم تولز الثانيه بتعمله، وبتديك نفس الاوبشنز كريكورد سكرين، تبلوك كولز او تنقل الدو نوت ديسترب. يعني ما طولش عليك، انت عارف كل المميزات دي، فهي كلها موجوده في الجيم يوتيليتي في الموبايل. السماعات، الموبايل بيجي بسماعتين ستيريو، واحده فوق وواحده تحت، والاثنين بيدعموا دولبي اتموس، فانت هتاخد تجربه صوتيه حلوه جدا الحقيقه. ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الموبايل، وتقدر تسمع ادائهم بنفسك. الموبايل مش بيجي بمنفذ 3.5 مللي. انا بالظبط شهرين كمان ومش هقول الكلمه دي تاني، لان ده ما بقاش عيب، هو بقى واقع. يعني مش هاجي اقول لك الموبايل ما فيهوش زرار هوم، خلاص ده تطور وبيحصل غصب عننا، وربنا يسامح اللي كان السبب. ونيجي بقى للكاميرات. الموبايل زي ما قلت في اول حلقه كده بيجي باكبر مجموع ميجا بكسلز جت في موبايل واحد في التاريخ. خلفيه 200 ميجا بكسل، 50 الترا وايد، 12 تيلي فوتو و60 اماميه، فانت معاك 322 ميجا بكسل في موبايل واحد. وخليني ابدا بالكاميرا المين ال 200 ميجا بكسل. مبدئيا دي بتستخدم سنسور سامسونج HP1. في الوضع العادي بتعمل بيكسل بيننج، يعني بتصور 200 بس بتضغط البكسلات او الصوره عشان تبقى بجوده 50 ميجا بكسل، فحجمها يبقى من 10 ل 12 ميجا بايت بس. لكن لو عايز تستخدم الفول كواليتي يبقى تفعل الالترا ريزولوشن ال 200 ميجا بكسل، بتديك تفاصيل اكبر، بس حجم الصوره بيلعب ما بين 50 ل 80 ميجا بايت حسب التفاصيل، فما تستخدمهاش على طول. وعيبها انها بتاخد مثلا ثانيه زياده وانت بتصور، او جزء من ثانيه زياده، كانك بتصور في النايت مود. بس يعني مش هتصور صوره 200 ميجا بكسل وانت بتجري، فانت ما كانتش ازمه معايا يعني. بس الميزه انك هتقدر تكروب من الصوره جزء انت عايزه، ومش هيبان ولا هيتعرف ان معمول له كروب، لان انت هتكروب من 200 ميجا بكسل. العزل التلقائي في الكاميرا ال 200 كويس، بس مش احسن حاجه، خصوصا لو الاوبجكتس او الحاجات المحيطه بيك قريبه. يعني لو بعيده بتبقى الى حد ما كويسه، لكن لو قريبه يبقى لازم تستخدم البورتري مود اللي بيجي في الموبايل ده، وده عزله كويس. الكاميرا المين الدايناميك رينج فيها كويس جدا، مغطيه كم ضخم من الالوان، والوايت بالانس مظبوط. لما تصور السما هتلاقيها بيضه عادي، بس ده بيروح شويه لما بتصور بالالترا وايد ال 50 اللي برضه جايه بسنسور من سامسونج بس اسمه JN1، اللي بيروح فيها حبه تفاصيل، ولو صورت بيها في الليل من غير تفعيل النايت مود الدايناميك رينج بيروح في داهيه يعني الصراحه، لكن لما تفعله بتلاقي الصوره كويسه جدا. وبالمناسبه الكاميرات فيها اوتو نايت مود، تقدر تفعله من الاعدادات وبيشتغل لوحده على طول لما الموبايل يشوف كم اضاءه قليل. بس ما
انصحكش تستخدمه لان النايت مود النيتف ولو بفروق بسيطه بس افضل. يعني تفعل النايت مود زي اي مصور محترم وتصور، ما تفعلش الاوتو الا لو انت بتغيب لفتره معينه وتلاقي الدنيا ضلمت حواليك فجاه وعايز تلحق تتصور وانا بقول ايه. بص، ما تستخدمش الاوتو نايت مود خلاص، ولكن هتضحي بثانيه فرق، فانت على حسب ما تحب او على حسب الموقف اللي انت فيه. الالترا وايد كاميرا ما تستخدمهاش في النايت من غير ما تفعل النايت مود، والا هتاخد نتائج زي دي. تصوير الفيديو بيوصل ل 8K على 30 فريم، 4K على 60 او 30 فريم، والميزه ان الكاميرا بتيجي بتثبيت بصري مش الكتروني، فده بيخليك تطلع فيديوهات كويسه لان الكاميرا بتتحرك على المحور عكس حركه الموبايل في ايدك عشان تديك اكبر قدر من التثبيت، وده احسن من الالكتروني بكتير طبعا لان ده بيعتمد على معالجه الموبايل الفيديو ومش بتكون احسن نتيجه. اداء الكاميرا التليفوتو كويس، مش احسن حاجه شفناها عموما، بس زي ما قلت لك كده انت ممكن تصور 200 ميجا بكسل وتكروب منها اللي انت عايزه، هتديك نتيجه احسن. مفيش كاميرا ماكرو بس هو مود تصوير ليه زرار لوحده، وهنا الموبايل بيستخدم الكاميرا الالترا وايد وبيزوم فيها، فيعني من الاخر دي مش افضل نتيجه شفتها او هتشوفها، عشان تقريبا دي اسوأ طريقه لصنع كاميرا ماكرو شفتها في موبايل. الكاميرا السيلفي نتائجها مقبوله جدا، وفي مود البورتريه مش بتقطع منك، لا بتكون انت شارب والحاجات المحيطه بيك متبلوره بشكل كويس. طبعا مش هنقارن البورتريه مود بتاع الايفون بس ده مقبول، وهي برضو بتصور 60 وبتديك الصوره ب 15 ميجا بكسل بنفس طريقه البكسل بيننج، وانا بنصحك تستخدمها وما تستخدمش الالترا ريزولوشن اللي بيصور ب 60 ويديك 60 غير في الشديد القوي يعني. بس ضايقني ان اقصى زوم في الموبايل هو 2x، يعني مش عارف ده ايه. ونيجي للبطاريه، اداء البطاريه كويس، بتقعد من 7 ل 8 ساعات استخدام متواصل، بس كان ممكن ويفضل انها تكون اكبر من 4610 خصوصا مع حجم الجهاز الكبير وال 144 هرتز، بس هم عوضوا ده بشويه حاجات زي ان الموبايل بيجي اصلا بستوك اندرويد زي ما قلت لك، ما فيهوش الاولويز اون ديسبلاي واللي هو بيظل عيب، بس عرضه بطريقه ثانيه خلاه ألذ بصراحه وحل العيب ده بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت بيقلل استهلاك البطاريه زي ما قلت لك. ولكن معلم الشحن قدرته 125 واط، فده رقم كبير، لا كبير جدا، وبيوصل ل 50% من 10 ل 15 دقيقه تقريبا. اخيرا السعر، سعر الموتورولا ايدج 30 الترا، اول موبايل من موتورولا يبقى اسمه الترا، هو $935، ما يعادل 18000 جنيه مصري تقريبا، وده هيكون سعره الحقيقي لانه للاسف مش متوفر في مصر، بس يعني يا رب يتوفر هو وكل موبايلات موتورولا. فلو هتجيبه ممكن تجيبه من الامارات، وسعره هناك تقريبا 3400 درهم اماراتي، سعر مش قليل، يمكن لو قل شويه هيخلي تقييمي للموبايل يعلى، بس السعر ده من اكتر النقط اللي فيها كلام عموما، مع افتقاده لمميزات مهمه زي مقاومه الميه والبطاريه اللي الى حد ما صغيره خصوصا لما تقارنها بالمنافسين، الزوم القليل في الكاميرا والدقه بتاعه الكاميرا، بس بيعوض ده بمميزات تانية زي انه بيجي بواجهه اندرويد ستوك، فدي لوحدها يعني فاهم ليها تمن يعني. وبس انا قلت لك على الذكاء الاصطناعي اللي في الكاميرا مش هقول لك، بس عايزك تروح تشوف الحلقه اللي عملتها بمساعده الذكاء الاصطناعي اللي هتظهر لك دلوقتي، وتعمل لايك وتبعت الفيديو لاي حد بيفكر في الموتورولا ايدج 30 الترا، وتشترك في القناه وتفوتني بعافيه.